الغراب لما علم البني آدم الدفن تحت التراب ما كانش علشان كائن الغراب بيتخلص من الجثث بالطريقة دي أو إن الإنسان ليه طريقة مختلفة عن الكائن ده، لا إطلاقاً. دي كانت رسالة من رب العالمين إن الطريقة الوحيدة لتكريم الموتى هو دفنهم. وده عن طريق دفن جثثهم تحت التراب، مش إننا نحتفظ بالجثث دي في بيوتنا وإننا نعاملهم بعد موتهم كأنهم مرضى وكمان نتعايش معاهم. They still ill, still alive. Just the bodies die. لكن هل في ناس فعلا ممكن تتعايش مع موتاهم؟ في الحقيقة ده بيحصل عادي، وأنا مش جاية أقول لكم كده وبس، أنا جاية أخدكم ونروح سوا الرحلة قصيرة. وفي الرحلة دي هنتعرف على ثقافة قبائل ومجتمع التوراجة في إندونيسيا. طرق دفن الناس للجثث كتيرة جدا، مش زي ما احنا كنا فاكرين. لا خالص، ده ممكن يكونوا قبائل التوراجة من أغرب الناس في طريقة تعاملهم مع موتاهم. فالشعب التوراجي بيحنط جثث الناس المتوفية وبيعتنوا بأجسادهم زي بالظبط كأنهم عايشين، وده لاعتقادهم إن الروح موجودة في البيت. وده الحقيقة كان السبب ورا تلبيس الميت بأحسن لبس بيحبه وتزويده بالأكل والسجاير كأنه لسه ما ماتش. فالكل هنا متقبل فكرة تواجد حد من أهلهم مات وموجود معاهم. مفيش طفل في القبيلة هتلاقيه مشمئز من الموضوع أو مستغربه. طبيعي جدا هتلاقي حد ميت وأفراد الأسرة محتفظين بجسمه في أوضة مخصصة ليه. Like the trees I come with the spring, I am strong, I am born, I am king. Thunderbirds, they spread their wings. The more I lose, I win. I'm a soul, I'm not a thing. I'm a silent voice of wind. كل أسرة في القبيلة بتتباهى بحفظها الجيد للجثة، لأن ده في معتقدهم بيجلب الحظ السعيد. والقصة يعني مش قصة تباهي قوي باللي بيحصل، قد ما هي ثقافة لازم يلتزموا بيها. طيب السؤال هنا، هل الميت ده بيفضل في البيت للأبد؟ أكيد لأ، وده لسببين. بس قبل ما نعرف السببين لازم نفهم الأول وجهة نظرهم. في اعتقادي ممكن تكون دي غريزة بطبعها، لأن الإنسان بيكره التخلي والفراق بالذات لأعز ما ليه، بس دوام الحال من المحال، ودي الحاجة اللي مش مقتنعين بيها قبيلة التوراجة. وده لأنهم بيعتبروا الميت مجرد حد مريض ما فارقش الحياة. نرجع بقى لسؤالنا، وهو ليه الميت مش بيفضل للأبد في البيت؟ والسبب الأول زي ما احنا لسه قايلين، إنهم بيعتبروا الميت ده مريض وواجبهم إنهم يرعوه ويطيبوا حزنهم كمان. وأول ما بيحسوا إن خلاص حزنهم بدأ يروح، بتبدأ هنا مراسم الجنازة.
والسبب التاني بيرجع لآخر كلمة لسه قايلينها، هي الجنازة. تعتبر من أهم الأيام في حياة الشخص، والجنازة دي ممكن تكون غالية جدا لدرجة إن الأجيال المستقبلية من الأسرة هتشيل على أكتافها هم الديون. وملحوظة تانية، الجنازة بتستمر لمدة 5 أيام، بالإضافة بقى لذبح مئات المواشي واستقبال آلاف الضيوف وكمان تبادلهم الهدايا. والنقطة دي بالذات مش بيعملها غير الطبقات الكبيرة في القبيلة، وعلشان كده هدفهم من تشييع الجنازة هي تكريم الميت لمثواه الأخير. فالعائلة المتوسطة بيحوشوا فلوسهم علشان يقدروا يتحملوا التكلفة دي، واللي بتكون في حدود 18,000 دولار. ولو انت مستغلي الرقم ده، فالجنازات الكبيرة تكلفتها ممكن تبدأ من 73,000 دولار، كل ده علشان تشييع الجنازة. ولو جينا سألنا مين أكتر ناس بتستفيد من الحوار ده، هنعرف إنهم المزارعين اللي بيعتنوا بالماشية اللي سعرها غالي جدا، ده غير الفنادق اللي بتحتلها السياح اللي جايين علشان يشوفوا الحدث ده. في الطبيعي سيرة الموت دايما بتثير الرهبة بين الناس، لو أي حد بيتكلم عن الموت بيتقاله بعد الشر عليك، بس الحاجة دي مش موجودة تقريبا في قبائل التراجة، لأن الموت عندهم مش نهاية المطاف. ومش معنى كده إنهم مش بيحزنوا خالص على المتوفي، بس الموضوع بيخف طبيعي، وده لأنهم مقتنعين إن ده مش مثواه الأخير. وإن حتى لو قعدوا الميت معاهم لمدة 10 سنين وقرروا خلاص يعملوا له جنازة، ممكن عادي يفتحوا التابوت ويخرجوه ويلبسوه أحسن ملابس ويرجعوه تاني. ولكن برضو الحياة عندهم مش سهلة، فهم لو عايزين يخرجوا الميت من تابوته فلازم يستنوا شهر أغسطس علشان يعملوا طقوس معينة، وساعتها هيقدروا يخرجوا الميت من التابوت. وفي اليوم ده بيتجمع شمل العيلة مرة تانية، وكلهم بيتصوروا صورة تذكارية مع الميت قبل ما يرجعوه تاني لقبره. والعنصر التاني اللي مهم في طقوسهم هو ذبح الجاموس، وزي ما عرفنا إن كل ما كان الشخص غني كل ما كانت مراسم دفنته أحسن وأحسن، ونفس الموضوع بينطبق على ذبح المواشي اللي بتتم بطريقة وحشية وهمجية جدا. وبجانب الجاموس والمواشي بتيجي للأسرة كمان هدايا مختلفة زي الخنازير المذبوحة. واللي بيحصل ده هو تقليد حي لتراث تم تسليمه من جيل للتاني، وده لمدة 700 سنة على الأقل.
خليني أقول لكم إن الجنازة اللي بيعملوها بتكون أغلى جنازة في العالم، والجنازة بالنسبة لهم مش حدث عادي، دي بتفضل شغالة 5 أيام متتالية. اليوم الأول عند قبائل التوراجة يوم بسيط، فبيبدأ بالتحضير لهذه المناسبة المعقدة. اليوم الثاني بيشكل بداية الصراع، يوم قتال الجواميس، وده الحدث الأكبر في المدينة كلها. We'll call all the buffalo will fighting today. والجواميس بيتصارعوا من أجل الجنازة، وبيتجمع في اليوم ده كل الفرق من أجل التحدي، وبتبدأ المعركة وبيبدأ اللعب على القمار. مراسم اليوم الثالث، مراسم اليوم ده بتكون قوية وعنيفة، وممكن نوصفها كمان بإنها مخيفة. ففي اليوم ده بيتم لبس اللون الأسود، وبيستقبلوا الضيوف من جميع أنحاء إندونيسيا، لغاية ما بنوصل أخيراً للتضحية بالجواميس. وبيتم قتل الجواميس بطريقة عنيفة لا يمكن تصورها، وهي تعذيب الجواميس حتى الموت. وده اعتقاداً منهم إن الطريقة دي بتخلي روح الميت توصل لعالم الأرواح. اليوم الأخير عند التوراجة هو اليوم الحزين، بيتم فيه توديع الجثة لوضعها بالكهف. The people that you can ignore, hear the rumble in the shade of floor. When you listen to the hand clap clap, know the lions are about to roar. Hear the people that you can ignore, hear the rumble in the shade of floor. ومن الرموز المهمة جداً عند قبائل التوراجة هي قرون الجواميس اللي تم التضحية بيها، وده علشان بيتم تعليقها في بيت المتوفي. وبيلتقطوا صور للعائلة وبيغنوا أغاني خاصة بهذه المناسبة، وبتبدأ هنا مشاعر الحزن والبكاء. وبالرغم من إن الميت بقاله كتير جدا ميت، إلا إنهم بيعتبروا إن ده وقت الوداع، وبيشيلوا الجثة وبيروحوا لطريقهم للكهف، وبيقوموا بممارسة الألعاب وبيدهنوا نفسهم بالطين. والمقابر بالنسبة لهم عبارة عن كهف بتتحط جواه الجثة، ومصمم على هيئة منطقة سياحية. واتقال إن التوراجة هي معتقد وليست ديانة، فممكن تلاقي منهم مسلمين بيدفنوا تحت الأرض احتراما ليهم. وبيتتقسم الجثث حسب المكانة، فأصحاب المكانة العالية بيتم وضعها في أعلى الكهف، ومن بعده بتتدرج باقي الجثث حسب مكانتهم. وبالنسبة ليهم هي دي الأرض المقدسة، علشان كده ما بيحطوش الموتى تحت التراب.